بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطس محشي باللحمه، ومعاها برضو كوسه، وهنعمل كوسه بانيه. نعملها ازاي؟ طبعا احنا قورنا البطاطس قبل كده مع بعض في المحشي، اهو احنا قورناه وحشيناه لحمه متبله بالبصل والبهارات. وبرضو الكوسه دي هي 2 كده قطعتهم وحشتهم برضو باللحمة، وفرشت تحت بصلتين وطماطمتين. الكوسة بقى دي بعد ما قورتها حشتها باللحمة زي ما انتم شايفين كده، وقطعتها طرنشات. هكون بقى محضرة عندي دقيق في جميع البهارات مع معلقة كركم، وهحضر بيض، وهحضر بقسماط او اللي هو بنقول عليه فيجيتار. طبعا اهو انا اول حاجه هتبقى هعملها مع بعض بالدقيق الاول عشان تبقى متحضره، يا دوبك انزلها في البيض واحطها في الفيجيتار واقلي على طول. تمام. الطريقه دي سهله كده ويعني خفيفه كمان، وتغيير جنب الصينيه اللي احنا عاملينها دي. هنعمل الكوسه بالطريقه دي، جميله قوي ولذيذه، مش هتبطلي تعمليها لو جربتيها. وعندنا صينيه، احنا عاملين صينيه صغيره كده على قد نفرين كده، يعني مش هنكتر اكل بنعمله وبيساف، فما يتاكل طازه احسن. وطبعا الكوسه بتبقى كبيره عشان الطرنشات بتاعتها تبقى حلوه كده وتبقى تعرف تمسكيها، لكن الصغيره دي بنعملها للدمعه او للصلصه. يعني اهو بعد ما عملناها خالص وتبلناها بالدقيق والبهارات عليها، هنحضر بقى معانا زيت غزير كده. اولا احنا عملنا الصلصه وحطيتها على الصينيه وهندخلها الفرن. طبعا الكوسه ما بتدخل الفرن او بتتحط على النار وهنحط هنا زيت، بتنزل الميه بتاعتها. وبرده مش معنى كده ان احنا ما نحطلهاش ميه، نحط لها ربع كوبايه علشان تغلي مع بعض وكل الخضار بالبطاطس يستوي، لان طبعا البطاطسيه بحالها دبك مقوره منها تقويره بسيطه. خلاص، هنسيب ده كله وهنرجع تاني للكوسه اللي احنا عملناها بالدقيق. هنكون بقى على النار في زيت كتير، وهي هي قعدت شويه في التلاجة على ما انا حضرت بقيه الحاجه، او ان انا مثلا اجي ميعاد الغدا فعشان تبقى سخنه. تمام. الصينيه بتاعتي خلصت، هنبدا نحمر كل ده عشان تبقى سخنه وتبقى حلوه. اهو معايا البقسماط بتاعي او الفيجيتار بتاعي، بعد ما نزلتها في الدقيق هحطها فيه وهحمر. هنحمر، واحنا بنحمر بدل ما نطلعها على مناديل لانها تبقى شاربه زيت، لا هنحطها في مصفى تحتها طبق كده عشان الزيت اللي زياده ينزل فيه. بس هي اكله سهله وبسيطه، يا ريت تعجبكم، يا ريت فيديوهاتي تحوز على رضاكم، واتمنى متابعه ليا لو انا مش بتقل على حضراتكم يعني، واكون شاكره ليكم ولافضلكم. هنا اهو هنحط تاني ونقلي. بجد لو انتوا جربتوها هتتبسطوا منها قوي. طبعا الفيديو في حتى لو الطريقه سهله بيبقى طويل، بس انا بحب اختصر علشان ما تملوش يعني. خلاص كده احنا لما نطلع بقى اللي اتحمر، انا بجرب لكم هنا كده حبيتين كده عشان ما امليش المقلايه على الفاضي، الفيديو يطول اكتر. طبعا احنا بنبقى مسخنين الزيت قوي وبعدين بنوطيه شويه، بنوطي النار عليه عشان الكوسيه بقى تستوي، لان طبعا الكوسيه كانت نيه عشان تستوى، واحنا بناكلها هتبقى بتقطم وجميله قوي، مش هتبقى نيه ولا حاجه، بس هتحسي ان هي خفيفه. يعني تغيير يا جماعه، والتجربه حلوه. شوف انا طلعتها في المصفى ازاي، شبه قراصه الطعميه كده، بس طبعا الطعم والريحه خطيره جدا. وده بقى الفيديو بتاع النهارده، واقول لكم يا ريت يعجبكم، واقول لكم مع السلامه، واشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.